السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده لكل أم عايزة تساعد ولادها في البيت بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة جدا في اللغة الإنجليزية بالنسبة للمرحلة الابتدائية. هنبدأ مع بعض حاجة حاجة عشان نقدر نفيد الأمهات أو أولاد الأبهات اللي موجودين في البيت يقدروا إن هم يساعدوا أولادهم في التعلم. في البداية أحب أعرفكم إن إحنا هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها سنتنس. كلمة سنتنس اللي هي معناها الجملة. طبعا هنتكلم النهارده بطريقه عربي وانجلش شويه عشان بس المعلومه توصل بشكل سهل شويه. في البدايه هنقول ان الجمله بتاعتنا بتبتدي اول حاجه اسمها subject اللي هو معناها الفعل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هيبقى عندنا الفيرب اللي هو معناها الفعل. الحاجه الثالثه هيبقى عندنا object اللي هي معناها المفعول. يبقى لازم نعرف ان كل جمله عندنا هتبتدي فاعل ومفعول. هنبتدي اول حاجه الفاعل اللي هو بيكون عندي حاجتين. أول حاجة اسم والنون اللي هو اسم أي حاجة، ممكن يكون اسم شخص، ممكن يكون اسم المكان، ممكن يكون علي، محمد، محمود، إبراهيم، سهى، منى، هبة، أي حاجة. عندي كمان ممكن يكون الفعل بروناون، حاجة اسمها بروناون. كلمة بروناون اللي هي معناها ضمير. طيب ضمير زي إيه بقى؟ الضمائر بتتقسم حاجتين، في ضمائر بتعاملها معاملة المفرد وفي ضمائر بتتعامل معاملة الجمع. في البداية عايزين نعرف بالنسبة لزمن البريزنت سيمبل اللي هو معناه المضارع البسيط. بالنسبه لزمن المضارع البسيط الافعال بتاعتي بتتقسم حاجتين. عندي اول حاجه كلمه اي وكلمه ذي وكلمه وي وكلمه يو. يبقى اي ذي وي يو او اي اسم جمع. وعندنا كلمه هي شي وات او اي اسم مفرد. طبعا زي ما احنا عارفين ان كلمه هي معناها هو وبتتقال للمفرد المذكر للولد يعني. وكلمه شي اللي هي معناها هي بتتقال للمفرد المؤنث اللي هي للبنت. يعني لو قلت علي ممكن مكان علي اكتب هي، لو مكان زهى اكتب كلمه شي. طبعا ايه غير الاي. عندي كلمه اي اللي هي معناها انا، ذي اللي هي معناها هم بتتقال للجمع، وي معناها نحن للجمع بس بكون انا معاهم، وكلمه يو معناها انت او انت. بالنسبه لزمن المضارع البسيط او البريزنت سيمبل لو استخدمت اي فعل الفعل عندي ليه شكلين. لو الفعل جاء بيه فعل جمع او اي او ذي او وي او يو هيبقى الفعل عندي دايما فعل في المصدر اللي هو كلمه اسمها بلاي. فعل في المصدر يعني بدون اي اضافات، لا بزود عليه اس ولا اي اس ولا اي حاجه خالص، بسيبه زي ما هو بلاي. لو كان الفعل اسمه مفرد او هي او شي او ات لازم نزود الفعل بحرف الاس وهكتب كلمه اسمها بلايز. يبقى دلوقتي بنتكلم على زمن المضارع البسيط. الفعل بتاعه شكلين، يا اما فعل في المصدر يا اما فعل باضافه اس او اي اس او اي اي اس. يعني لو لقيت الجمله فيها هي لازم اخد اي فعل منتهي بحرف الاس. لقيت اي او ذي او وي او يو او اسم جمع بجيب الفعل في المصدر. تعال ناخد مثال. لو قلت مثلا هي نوت ايرلي جنب في اللي تشوز كلمه اسمها سليب سليبز سليبنج. طبعا احنا بنتكلم في المضارع البسيط الفعل بتاعي مفرد اللي هو اسمه هي، يبقى لازم نختار الفعل اللي اخره حرف الاس. طبعا مش هاخد سليب ولا سليب، هختار كلمه سليبس. طيب لو كان الفعل بتاع الجمله كلمه اسمها they، طبعا كلمه they بستخدم بعديها infinitive او فعل في المصدر، فبالتالي اكتب كلمه sleep early اللي هم يناموا مبكرا. يبقى المضارع البسيط بشكل سهل جدا. لو حبيت اكون في جمله الجمله بتاعتي الفعل بتاعها ليه شكلين، يا اما infinitive يعني فعل في المصدر يا اما فعل اخره حرف الاس. لو الفعل في المصدر هيجي قبليه فاعل جمع اي اسم جمع او كلمه اي او ذي او وي او يو. انما لو زودت الفعل حرف الاس هيبقى الفعل بتاعك هي او شي او ات. ودي طبعا بالنسبه للجمله المثبته. طيب بالنسبه للجمله المنفيه هبتدي الاول برضه طبعا بفاعل مفرد هكتب بعديه كلمه اسمها doesn't. ولو جيت كتبت فاعل جمع اكتب بعديه كلمه ثانيه اسمها don't. يبقى بحب انفي المضارع البسيط انفي يا اما doesn't يا اما don't، والاثنين بجيب بعديهم فعل في المصدر. يعني مثلا هكتب play مش هكتب plays. ده يا مستر المفروض plays مع المفرد. لا، في النفي لو نفيت don't او doesn't دايما بستخدم على طول وراها فعل في المصدر. طب doesn't مع ايه don't مع ايه؟ زي ما اتفقنا doesn't مع فعل مفرد اللي هو اي اسم مفرد او هي او شي او ايه. وعندي كلمه don't بتاع الجمع اللي هو اسم الجمع او اي او ذي او وي او يو. يبقى احنا اتفقنا الجمله المثبته في المضارع البسيط الفعل ليه شكلين، يا اما مصدر يا اما اخره اسم.
وعندي كمان في الجمله المنفيه بنفي دونت او بنفي كلمه اسمها doesn't، والاثنين بستخدم وراهم فعل في المصدر. اخر حاجه عندي اللي هي السؤال. بالنسبه للسؤال نسال ازاي؟ انا السؤال طبعا برضه في عندنا سؤال بيبقى فيه فاعل مفرد وفاعل جمع. السؤال بيبتدي بكلمه دو او بكلمه اسمها does، والاثنين معناهم هل. دو بجيب بعدها على طول فاعل جمع، اتفقنا الفاعل الجمع ممكن يكون اسم جمع او ضمير زي اي او ذي او وي او يو. وداز هجيب بعديها فاعل مفرد، طبعا الاثنين هجيب بعديهم فاعل في المفرد. يعني لو خدنا مثال بيقول نقط يو سليب ايرلي، طبعا هنا كلمه يو بتعامل معامله الجمع فبالتالي هستخدم معاها كلمه دو. لو قال نقط شي سليب ايرلي هستخدم معاها كلمه اسمها دوز. يبقى المضارع البسيط عندي ثلاث جمل. جمله مثبته بيبقى الفعل ليه شكلين، يا اما الفعل في المصدر زي ما انا حافظه بدون اي اضافات، يا اما الفعل اللي اخره حرف الاس مع الفعل المفرد. الجمله المنفيه بنفي بكلمه اسمها doesn't، يا اما كلمه اسمها don't. doesn't مع المفرد ودونت مع الجمع، والاثنين بجيب وراهم فعل في المصدر. عندي كمان كلمه do وكلمه does بسال بيهم معنى هل، وبجيب بعد do فعل جمع، does فعل مفرد، وبعدها فعل في المصدر. لو حبيت اجاوب على السؤال اللي بادئ بكلمه do او بكلمه does، بيقول do you like football مثلا، هل انت بتحب كره اليد؟ هجاوب يا اما يس يا اما بنو. لو قلت يس هقول يس اي دو، يا اما نو اي دونت. فعل مساعد اللي بسال بيه هو نفس الفعل المساعد اللي بجاوب بيه. لو سالت كلمه does اكيد هجيب وراه فعل مفرد does he like music، وما اجي اجاوب اكيد برضه هجاوب يس يا اما نو يس he does او نو he doesn't. ودي كانت اسهل طريقه تعرف تعلم بيها اولادك الصغار او الاطفال بتوع الابتدائي ازاي ان انا اكون جمله في المضارع البسيط، وازاي شكل الفعل بيتغير من جمله مثبته لجمله منفيه او جمله سؤال. هي دي الفكره. شوفوا فيديو جديد، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير عشان الكل يستفيد. اكتبوا لي في التعليقات عايزين تعرفوا تاني، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.